طيب خلونا نحكي بكل صراحة ومنطقية. فينيسيوس جونيور اللي اساسا مش بمستواه ومتراجع 200 مليون درجة، ومش بالموسم هذا، من الموسم الماضي وهو طالع رحلة. بالرغم من كل هذا فينيسيوس جونيور مش راضي يجدد عقده، ولحد الان تجديد عقد فينيسيوس جونيور مجمد. وبالرغم من كل هذا فينيسيوس جونيور اساسي. ورودريجو اللي جدد بدون اي مشاكل ومصر انه ما بده يطلع من ريال مدريد ومستمر مع ريال مدريد، واخر تصريح كان له كان بالامس وقال انا بقبل التحدي وراح اضلني مع ريال مدريد وما راح اطلع من ريال مدريد. يعني الولد مش فارقه معه انه بده يكون دكه، وراح يقبل التحدي ويثبت انه بيستاهل يكون اساسي. بالرغم من كل هذا فينيسيوس جونيور اساسي ورودريجو دكه. والله العظيم المفروض اللي دكه فينيسيوس جونيور وما يشم ارضيه الملعب عشان نمرته وبده 30 مليون حسسني انه كيليان مبابي. يا زلمه انت متراجع، على اي اساس بدك 30؟ المفروض رودريجو اللي اساسي ويكون بمكانه كمان على الشمال. وقتها شوف رودريجو شو راح يطلع منه، ما تزت لي على اليمين وتقول عنه لاعب عادي. رودريجو اذا بيلعب بموقعه على الشمال افضل من فينيسيوس، خدها مني والله افضل من فينيسيوس، ومش اناني، وبالانهاء افضل، وبالصناعه افضل، وبكل شيء افضل من فينيسيوس جونيور. ممكن الفيني بيتفوق عليه بشيء واحد بس، في المهاره. وكره القدم مش بس مهاره انك تراوغ لاعب ولاعبين وعند المرمى ما تعرفش شو بدك تساوي. فانا بشوف رودريجو افضل من فينيسيوس جونيور. واذا كان ريال مدريد بيستنى 100 مليون عشان يبيع، المفروض يبيع الفيني مش رودريجو. انا هذا رايي، وانتوا اعطوني رايكم، كلامي صح او لا؟ مين اللي لازم ريال مدريد يبيعه، فينيسيوس جونيور ولا رودريجو؟ ولا تنسونا من المتابعه اخوان، داخلين على 600 الف وقربنا، وبهمتكم بنجيبها. وبالنهايه وكالعاده هلا مدريد.